إلي الباحث السياسي محمد سباشير، كما ينضم إلي من الرباط أيضا رشيد مسلم المحلل السياسي المغربي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. بداية، هل توافقان على ما جاء في هذا التقرير من معلومات، أم لدى أحدكما أي تعليق على المعلومات التي جاءت في هذا التقرير قبل أن نبدأ هذا الحوار؟ كتعليق أولي على هذا التقرير هو أن إن كانت الجزائر تريد إنجاح هذه الدورة بالنسبة لكأس الشان، وباعتبار بأن المنتخب المغربي الأول حقق حلما عربيا وإفريقيا في قطر باحتلال المربع الذهبي، نتمنى نجاح هذه الدورة بالجزائر وأن تتوفر الشروط وأن يشارك المنتخب المغربي المحلي. سي محمد تفضل. نعم، مساء الخير أخي، وأرحب بضيفك الكريم من المغرب الشقيق. أهلا بكما. أبارك للأخ المغربي بوصول المنتخب المغربي إلى تشريف العرب في مونديال قطر والمرتبة الرابعة التي احتلها بكل شرف. لكن بشأن التقرير الذي قدمتموه سيدي، أظن بأن كلمة اشترط السيد فوزي لقطع هو لم يشترط، بل طالب برخصة رحلة مباشرة يعني تصل إلى مدينة قسنطينة من الرباط. إذن بين الاشتراط وطلب رخصة هناك طبعا الفرق لغوي وفرق قانوني كبير جدا. تعلق سي رشيد على ما تفضل به. أكيد أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هو لم يوجه هذا الطلب للجزائر، بل وجهه للاتحاد الافريقي الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، باعتبار بان هي المسؤوله على هذا التنظيم، وينتظر الان في الساعات المقبله رد الاتحاد الافريقي. اذا الرساله هي موجهه من الاتحاد المغربي او الجامعه المغربيه لكره القدم الى الكاف وليس الى الجهات الجزائريه، باعتبار بان هناك دفتر تحملات يلزم الدولة المنظمة بأنها تقوم بحسن التدبير وحسن الاستقبال وحسن الإيواء بالنسبة للنقل الداخلي، ولكن باعتبار بأن هناك مشكل الحدود أو مشكل الخطوط الجوية بالنسبة للطرف الجزائري يغلق المسائل الجوية، إذن الوفد المغربي سوف يعاني كثيرا من هذا التنقل، سوف ينتقل إلى تونس ثم ينتقل إلى مدينة قسطنطينة بالجزائر. يظهر بأن لا نحتاج إلى هذه المعاناة، نحتاج لأن اللاعبين يريدون ظروف ملائمة، وننتظر من الجهات المنظمة بالجزائر ما أجمل الروح الخوية وما بدأنا به هذا الحوار من تهنئة، ويعني هذا التآخي ما بين الجزائر والمغرب وشعبي الجزائر والمغرب. لماذا لا نرى هذه الروح الرياضية على صعيد سياسي؟ نسهل هذه المهمة، نسهل هذا المشوار لفريق يستحق كل التقدير أن يصل إلى بلد تستحق كل التقدير من خلال كل ما تقوم به من مساعي لإنجاح هذه البطولة التي تستضيفها الجزائر. لك الكلمة أستاذ محمد. أظن بأنه طبعا أنا لن أرد على أخي المغربي، بل أسترسل فقط في الكلام. هناك سابقة وهي مشاركة المغاربة الإخوة المغاربة في الألعاب المتوسطية في الصائفة الماضية في مدينة وهران، حيث انتقلوا من الرباط إلى تونس ثم إلى الجزائر. وطبعا تم الترحاب بالإخوة المغاربة والمشاركة كانت جيدة، والإخوة المغاربة رحلوا من الجزائر وهم ولكن ألا يمكن أن تكون هذه البطولة فرصة؟ ألا يمكن أن تلعب الرياضة دور في أن تحسن العلاقات على صعيد سياسي وتكون هناك روح رياضية أكبر على صعيد سياسي ما بين البلدين؟ لا، طبعا ممكن للرياضة أن تلعب هذا الدور، لكن أن يتحين السيد فوزي لقجع الفرصة حتى يلعب دور وزير الخارجية المغربي، هذا يعني ليس من اللائق في العلاقات بين دولتين جارتين. لماذا؟ لأنه لو أن الأمر يتعلق بشأن سيادي لكان المتحدث هو وزير الخارجية المغربي وليس السيد فوزي لقجع. لماذا؟ لأنه المسألة تتعلق بأمر
وقرار سيادي بين دولتين الجزائر والمغرب، وبالتالي في الشأن الرياضي له يعني مقامات أخرى للكاف، له مقام المواثيق الدولية التي لا تلزم الجزائر بأن تستقبل الوفد المغربي مباشرة، بل أن توفر له وهو في الجزائر شروط الراحة، شروط الأمان، شروط التنقل، وشروط المشاركة في كل أمان. أما أن يكون هناك شرط سيادي فهذا طبعا للجزائر أن تقبل به أو ترفضه، كما طبعا هو معمول في القوانين الدولية. طيب سيد رشيد، يعني ماذا إن لم يعني تأتي الأمور كما يعني يفضل أو يرغب المغاربة بأن تكون هذه المشاركة كأي فريق آخر يأتي إلى الجزائر للمشاركة في هذه البطولة؟ ماذا سيكون؟ كيف ستسري الأمور؟ هل ستشاركون؟ هل سيشارك الفريق المغربي أم أن خطوات أخرى قد تكون؟ نعم تفضل. لتوضيح الأمور بوضوح، هو أن الجامعة الملكية، لا نتكلم عن الحكومة، عن الوزير الخارجية أو وزير الجامعة الملكية في اجتماعها قبل يومين اتخذ المجلس الجامعي قرار بأنه لكي يشارك المنتخب الوطني المحلي، المنتخب المحلي في ظل شروط مريحة، أنه لا بد أن يكون هناك خطا جوي يربط الرباط بقسنطينة، وليس يمكن أن يقطع الآلاف من المسافات عبر تونس أو عبر، ولكن أن الجامعة الملكية المغربية راسلت الكاف، راسلت الاتحاد الافريقي، وهذا يعني ان هناك قوانين افريقيه تنظم اللعبه، تنظم هذه الحدث الكروي، وهذه يلتزم الان ننتظر جواب الاتحاد الافريقي، لا ننتظر جواب الدوله المنظمه التي هي الان الجزائر، ننتظر جواب الكاف في هذا الحدث. وهناك دول قررت أن عدم المشاركة لأسباب متعددة، ولكن كما قال الأخ من الجزائر هو أن في الألعاب البحر الأبيض المتوسط المنتخب المغربي لكرة القدم عانى الكثير، وشفنا كاين هناك صور فيديوهات، لا ننسى ما عاناه المنتخب المغربي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط من أمور خارجة عن المجال الرياضي. كانت هناك شعارات سب وقذف، وكانت هناك مضايقات للوفد المغربي. إذا لا يمكن تكرار ما حدث سابقا في الألعاب الإفريقية. إن كانت الجزائر نظمت أكيد احنا في أخوة الرياضة، نتكلم عن وقائعات على الملاعب. أنا لم أقاطعك، سأعطيك حق الرد سي محمد. ليس كلام، هذا أول ثواني تكرم سي محمد. أكيد هناك فيديوهات، هناك صور منشورة وتداول وتم نقاش هذا الأمر. إذا لا يمكن أن المنتخب المحلي نحن الآن إذا أنتم تنتظرون الرد